كان في دوله عربيه كانت محتاجه مدربين لياقه بدنيه في الجيش بتاعه، فكان الكلام ده سنه 2009. فانا اللهم لك الحمد دخلت الاختبارات وكنا من 12 فرد من حوالي مئات، اللهم لك الحمد. فبصيت لقيت طبعا المبلغ مغري، وكان حاجه ما شاء الله. لا مبلغ مغري، انك هتشتغل مع الدوله والله مبلغ مغري جدا جدا جدا. بس كان في بقى حاجه، ودي بقى قالت لا، مفيش تليفونات، مفيش اي وسائل انترنت، التواصل معهم من خلال مثلا اللابتوب كده، ايام الياهو بقى لو حضرتك بقى، والماسنجر والحاجات دي. كل خميس 4 ساعات دول عبال ما اطلع من الوحده واروح اقعد عشان في مكان يبقى ناخد لي مثلا بتاع ساعه ولا حاجه كل اسبوع. رفضت باتا. اللي كنت هتجيبه كانوا هم هيضيعوه، وكنت هخسر ولادي، لان انا زي ما قلت لحضرتك انا راجل صعيدي، راجل فلاح، وعندي العاطفه جياشه شويه. ايوه، عندي الحنيه لاولادي الحمد لله. يبان ان انا شديد، لكن لا، انا مع اولادي انا شخص تاني خالص. انا اللي عايز اربيهم، احس بالحنيه والدفى في وسطهم، وهم يحسوا بالحنيه والدفى في وسط ابوهم. عايز اربيهم على العادات والتقاليد اللي انا تربيت عليها، عايز ازرعها فيهم. فكان هدفي ان انا اربي اسره متدينه الحمد لله والشكر لله، عارفه ربنا، عارفه الاصول، عارفه الموده، عارفه الرحمه. مش مجرد شخص سافر وجاب قرشين وجي. كان هيبقى فيه فجوه، وشفتها بعيني في بعض البيوت. امتى بابا يسافر بقى؟ لما ينزل اجازه. ده بابا خانقنا، ده بابا شفت حاجات كتير، ربنا يعني يعافينا ويعين كل مغترب عليها. الولاد ارتبطوا بالام. الفلوس ما تعوضش غير لا 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 خالص خالص خالص. فاخترت الحمد لله ان احنا نعيشها ببساطه، والحمد لله كويس جدا، ونقدر ننجح في بلدنا. اللهم لك الحمد.